السلام عليكم، معكم مازال الحمد شي فيديو جديد. الور اليوم غتكون هي لا فيديو الثانيه في لاسيري ديال رمضان، وغادي نهضروا فيها على جميع ما يهم التغذيه. لذلك الا كنت انت كتفرج في الفيديو ديالي خذ كابتور ديكرون ديرها في ستوري ديالك، طاغيني في انستغرام هكا انا غادي نعاود نطاغيك عندي كيف ما ولينا كنديروا ديما، وغادي نبارطاجيك عندي حتى انا في الانستغرام ديالي. الور الفيديو ديال اليوم غادي يكون جد مهم، غادي نهضروا فيه على شنو خاصك تولي دير في التغذيه ديالك قبل ما يدخل رمضان، كذلك نهضروا فيه على العدد الوجبات، وغادي نهضروا فيه على لي ماكرونيوتريمون بروتين كاربس وفات شحال خاصك تاخذ في رمضان، وفي الاخر غادي نخليو النصائح اللي تقدر تهمك في اي حاجه، سواء يعني شرب المياه، سواء واش تقدر تاكل الوجبات المنزليه ديال الطاوله المغربيه، كلشي اللي غادي يهمك. هذا الفيديو غادي يكون مهم بزاف، تبعوه حتى الاخر اللي غتكون ضروري فيه موضوع غادي يهمك في التغذيه، واي سؤال جاك في التغذيه غادي يكون فيه. تحياتي لكم، السلام عليكم. Okay, look, bitch, you should've knew I was coming. You wouldn't want it, I'm sick of your shit, so get used to the plumbing. You just a lunch and it's nothing for you to get drug in your liver and move in your stomach. I'm feasting on you like a buffet. I'm Lucifer's cousin that's pulling up in a convertible coupe and I'm stunting. Your carcass is اول حاجه غادي نبداو بها وهي نصيحه ذهبيه، وتبع معايا باش تفهم مزيان، ولا تبع معايا لان كاين بزاف البنات تا هما كيبغيو نصائح، فهاد النصائح كذلك ليكم نتوما. الور باش تفهموا واحد الحاجه، الا كنتي غنفترضوا على اساس انك تاخذ واحد عدد السعرات الحراريه قبل رمضان، اللي نفترض على اساس مثلا انها 3000، ما يمكنش تجي وغادي تدخل رمضان مباشره كذلك ب 3000 سعره حراريه. شنو خاصك دير؟ الا كان عندك 8 سوايع ديال الصيام بحال اللي حنا عندنا في المغرب، ولا عندك واحد عدد السوايع ديال الافطار، عفوا ماشي الصيام، يعني عندك 8 سوايع ديال الافطار اللي غتقدر تاكل فيها، اولا 7 سوايع، اولا تشوف العدد، غتكالكولي انت شحال قادر تاخذ من سعره حراريه في هذاك الضيق ديال الوقت. علاش؟ لان قبل ما نوصلوا لرمضان وقبل ما توصل لهذاك ساعات الافطار المحدوده، خاصك تبدا تهبط عدد السعرات الحراريه اللي غتاكل في النهار، جهد انك مثلا الا كنتي كتاخذ 3000 وانت غتاخذ مثلا تقدر تاخذ في رمضان غير 2200 سعره حراريه، فغادي تبقى تهبط. داكشي علاش درت لكم هذا الفيديو في هذا الوقت هذا، باش تقدر تبقى تهبط عدد السعرات الحراريه ديالك حتى ل 2200. هكا ملي تدخل رمضان تدخل ب 2200 سعره حراريه، والميتابوليزم ديالك كذلك تولف يعني على هذاك عدد السعرات. علاش؟ لان الا دخلتي ب 3000 وانت غتقدر تاخذ غير 2200، غادي يكون واحد لو شوك الميتابوليزم، وهو بالنسبه ليه غتكون حاله انذار داخل الجسم. علاش هذا السيد وعلاش هذا السيده ما بقاش كيوصل واحد النسبه ديال الطاقه بشكل مفاجئ، فهنا يقدر كذلك يكون واحد الاستغلال ديال جانب البروتين العضلي كمصدر طاقه. ما غاديش نقول لك تمشي العضلات، ولكن يقدر يعني يكون واحد الاستعانه بالبروتينات يعني داخل الخليه العضليه كمصدر طاقه، لانك درتي واحد لو شوك مفاجئ وفجاه نقصتي واحد العدد كبير ديال السعرات الحراريه. لذلك هذه نصيحه ذهبيه وانت غتفهم في قادم الفيديو. علاش؟ انك خاصك تبدا تهبط السعرات الحراريه ديالك بشويه، وتقدر تنقص من الكاربس 100%، تبقى تنقص من الكربوهيدرات ديالك، باش هكا ملي كتوصل رمضان كتوصل بواحد عدد السعرات الحراريه الجسم بدا كيتوالف عليه، ما كيكونش واحد لو شوك، وكتحافظ يعني على الجانب العضلي ديالك بشكل جد مهم. الور الحاجه الثانيه اللي غادي نهضروا عليها وهي العدد ديال الوجبات. الور الا كنتي في المغرب غالبا غادي يكون عندك 8 سوايع اللي غادي تقدر تاكل فيها. هنا الحاله الاولى اللي غادي نقترح باش نخليونا واقعيين هو انك تاخذ واحد الوجبه على راس كل 2 سوايع، يعني غتكون عندك 4 وجبات في الليله. هنا كاين الناس اللي يقدروا يديروا هذه القضيه، كاين الناس اللي اكيد ما غاديش يقدروا يديروا هذه القضيه، ربما اللي ما يقدروش يكونوا الليل كامل، ربما لظروف عمل. لذلك الا ما قدرش دير 4 الوجبات في الظرف ديال 8 سوايع، فمن الافضل يعني هذيك العدد السعرات الحراريه تقسمها على 3 الوجبات. وكذلك الا عندك مكملات ديال لاواي او الكازين راه غادي تدخلها في الحساب ديالك، واخا ربما غتشربها ما بين 2 وجبات، وراه غنهضروا على هذه المساله هذه. لذلك الا ما قدرش على 4 الوجبات، فهنا غادي دير 3 الوجبات وتحاول تحافظ على ذاك العدد السعرات الحراريه. دابا من غير الناس اللي في المغرب، كاين الناس اللي كيكونوا في جهات اخرى واللي كيكون عندهم ربما عدد الساعات اقل، وهنا فين غادي نرجعوا لديك النصيحه اللي قلت لك، وقلت لك نصيحه ذهبيه. علاش قلت لك؟ انت حاول تعرف راسك، اولا دير تيست انك تصوم واحد النهار يعني وتشوف داك العدد ديال السوايع اللي انت غادي تقدر تاكل فيه شحال من سعره حراريه غادي تدخل، لان الا عرفتيها غادي تولف الجسم من دابا تبقى تهبط عدد السعرات، باش ملي يوصل رمضان غادي توصل الجسم لهذاك السعرات. وهذا الشيء علاش عطيتكم هذه النصيحه، يعني مقارنه مع عدد الوجبات. يعني انسان لا يقدر يدير 4 الوجبات، راه غادي يدير عدد السعرات اللي غادي يبدا ينقص منها على اساس ديك 4 الوجبات اللي غادي يقدر ياكل. انسان ربما اللي غادي يقدر ياكل غير 2 وجبات، اكيد خاصو يرفع فيهم عدد السعرات الحراريه، ولكن ها هو عارف
يعني هذاك الزمن اللي عنده هو اللي قصير، هذاك العدد يعني السعرات اللي يقدر يدخل في الوجبات المحصوره في ذاك الزمان يبدا ينقص من دابا السعرات الحراريه في التغذيه ديالو، باش مع يوصل مع رمضان يكون وصل لهذاك عدد السعرات اللي غادي يقدر يدخل غير في هذيك المرحله الزمنيه. لذلك شوف، ما تسناش شي حل، راه ما كاينش شي حل اللي غادي يجي يعني فضائي، راه الحل خاصو يكون واقعي، وانا عطيتك حل 100% واقعي. كل انسان وعنده واحد عدد الساعات اللي غادي يقدر ياكل فيها، يعني ما كاينش شي ماده ولا شي حاجه غادي تدخلها. انت في هذه المرحله غادي تحاول تحافظ على العضلات ديالك، وحنا غادي نهضروا لك انت باغي تمشي تنشف شنو هو العامل اللي غتلعب ليه. حاجه اخرى راه ما كايناش، يعني غادي تنقص عدد السعرات باش تدخل على رمضان عندك واحد العدد الساعات اللي غادي تاكل فيه جد محصور. عرف العدد الوجبات ديالك يعني انت اللي غادي تقدر تاخذ شحال فيها، ونقص عدد السعرات على حسابها باش توصل رمضان وانت مستعد وما تاديش كذلك بالميتابوليزم ديالك. الو دابا وصلنا لاهم حاجه، الا كنتي كتسعى يعني دير واحد الحفاظ على العضله اولا كتسعى التنشيف، فالمتغير الوحيد اللي غادي يكون يعني نلعبوا به وهو الكربوهيدرات، وانا غادي نشرح لك المساله كامله. ولكن اول حاجه غنبداو بها وهي البروتينات. بالنسبه للبروتينات خاصك تحافظ على 1.7 غرام حتى ل 2 غرام بالنسبه لكل كيلوغرام الجسم ديالك، يعني هذه مساله اساسيه، يعني على الليل ديالك تحافظ انك تاخذ هذه النسبه كامله. كذلك خاصك تعرف انه المصادر اللي تعتمد عليها المصادر الحيوانيه او المشتقات الحيوانيه بحال الحوت بحال الدجاج اللحم البيض، وحاول تعتمد في المرحله على الحوت لانك تجيب منه كذلك دهون، وهنا كتقدر يعني بحال ضربت عصفورين بحجر. علاش؟ لان خديتي كذلك مصادر دهون من نفس المصدر ديال بالنسبه للحوم الحمراء من الافضل الا كنتي تعتمد عليها خليها في الوجبه الاخيره، لانك تشكل واحد الصعوبه على العمليه الهضم ديالك، وانت هذه هي اهم مرحله خاصك تحافظ على الجهاز الهضمي، يعني تعطيه اشياء اللي غادي يقدر عليها وفي واحد السرعه وجيزه باش الجسم ديالك يقدر يستافد. يعني لذلك في اللحوم الحمراء حاول تخليها كاخر مصدر تعتمد عليه يعني في الليله ديالك غالبا في الوجبات السحور. هذا فيما يخص البروتينات. دابا غادي نجيو للدهون. الور بالنسبه للدهون امر جد بسيط، غرام ديال الدهون بالنسبه لكل كيلوغرام الجسم، وانا كنظن ان الدهون غتكون هي ابسط حاجه. علاش؟ لان اولا تقدر تجيبها من الحوت اذا كنتي كتاكلو لان متواجد فيه بشكل كبير، كذلك غير من المكسرات من اللوز الكركاع او لافوكا اي شيء من هذا القبيل 100% غادي يلبيك الحاجيات ديالك، لانه هو غير يعني كميه صغيره كتكون فيها كتلبي لك الحاجيات ديالك كامله. غير حاجه مهمه، المصادر ديال الدهون الا كنتي غتدرب بالليل ما تاخذهاش من مور التدريب مباشره، من مور التدريب مباشره تاخذ بروتين ومورها الكربوهيدرات، غتبعد الفات باش تخلي العمليه ديال الهضم تكون اسرع، يعني ما تقلقش. يعني هذه مساله جد اساسيه، وراه غادي يجي الفيديو ديال التدريب اللي غنشرح لكم فيه التوقيت ديال التدريب، يعني بالنسبه لكل انسان سواء اللي قادر يتدرب من مور الافطار واللي ما قادرش شنو هي الحلول اللي واخا يكون كيتدرب من قبل الافطار، الحلول اللي غادي تكون 100% في التغذيه. لذلك حنا هضرنا كذلك هنا على الجانب الدهني. دابا غادي نجيو نهضروا على الكربوهيدرات. بالنسبه للكربوهيدرات اللي بقى لك باش توصل لعدد السعرات الحراريه ديالك هو اللي غادي يكون من الكربوهيدرات، وانت الا كنتي اكيد في التنشيف فغتنقص واحد 100 كالوري او 200 كالوري، لان انت في رمضان كذلك محتاج طاقه، وهذيك النسبه ديال الكالوري هي اللي غادي تاخذها من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات غادي ديرها في جميع الوجبات ديالك، الا كان عندك 4 الوجبات فتقدر ديرها في الوجبه الافطار في الوجبه الاخرى وفي جميع الوجبات اللي كتخللها، ما كاين حتى مشكل. غير هي نصيحه، الوجبه السحور ديالك 100% خاصها تكون فيها واحد النسبه مهمه للكربوهيدرات. علاش؟ لانه لما غادي تنعسوا غادي تفيق وغتبدا اليوم ديالك فالمصدر ديال الطاقه اكيد غيكون هو الجلايكوجين العضلي واللي هو الاساس ديالو الكربوهيدرات. لذلك الوجبه الاخيره ديالك تاكد انه يكون فيها الكربوهيدرات، ما تحيدش من الكربوهيدرات لان غادي يكونوا مصدر طاقه اساسي لك خلال اليوم ديالك. هذا امر جد 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 مهم، ولذلك كيف ما قلت الكربوهيدرات تقدر تعتمد عليها في جميع الوجبات ديالك لان الدور ديالها طاقي وجد جد اساسي. الو الدراري دابا حاليا غادي نجاوب على الاسئله اللي كتجي واللي هي جد مهمه. مثلا باش نقدر نبدا الافطار، اكيد ان الاغلبيه غادي ياخذ التمر، يعني ما نقولش لكم غاديش تاخذوا، ولكن من مور هذه المساله هذه واللي هي اساس يعني في السنه ديالنا بصفه عامه، فانت من الافضل انك تحافظ على الاغذيه اللي كنتي كتمشي عليها. مثلا مصادر الكربوهيدرات غادي تكون هي الشوفان، غتكون الروز بسمتي، غتكون بطاطا حلوه، غتكون بطاطا، يعني مصادر راه ما غتبدلش في هذه المرحله هذه. الا انت باغي تحافظ على الجانب العضلي، الا انت ما مسوقش وما عندكش مشكل ديك الساعه تقدر تبدل باش ما بغيتي. غتقول لي واش نقدر ناخذ يعني الوجبات اللي مع الدار ولا هذه المساله هذه؟ شوف، الا كان لابد واحد النهار تاخذهم فعلى الاقل دخلهم في الحساب ديالك. يعني الا خديتي اشياء اللي هي فيها الدهون او اللي فيها الكربوهيدرات بصفه اكثر من اللي انت محتاج او شي حاجه، حاول تحسبها وتدخلها يعني في الحدود ديال داكشي اللي انت محتاج واخا تاكل مع داركم، ولكن ما تاخذهاش كعاده. اقتراح كذلك الا بغيتي يعني انك تشجع نفسك
تقدر تبقى تمشي بواحد 9 ايام ديال الاكل منظم، والنهار العاشر تقدر يعني تخلي نفس عدد السعرات الحراريه وانك تاكل اللي بغيتي باش هكا ما تحرمش راسك. وهذا غير حل بالنسبه لواحد الناس اللي ربما ما يقدروش يديروا تضحيات. يعني انا عطيتك واحد الحل اللي تقدر في نفس الوقت تشجع به نفسك وفي نفس الوقت تمشي. بالنسبه كذلك البروتينات فعطيتكم اقتراحات، يعني انت راه غتستمر على نفس نمط التغذيه. الحل الوحيد والمشكل اللي كيكون هو انك الا بغيتي تمشي مع التغذيه ديال العائله ديالك او لا يعني الطاوله المغربيه، فنعطيتك واحد الحل اللي تقدر تحفز به راسك. ثاني حاجه وهو المياه، واللي هو شيء جد اساسي. ماشي ملي توصل يعني الافطار يعني اولا تبغي تشرب يعني تشرب كميات كبيره، راه المياه خاصك تشربها على فترات، خصوصا وان الجسم نحتاج ليها بشكل كبير، لانك لما كتاخذها على فتره واحده فما يقدر ما يكونش منها نفس الاستفاده، على اساس انك الا كتفرق شرب المياه على طول الوقت ديال الافطار ديالك. لان علاش بعض المرات كذلك الا شربتي كميه كبيره فانت ما تقدرش كاع تاكل، نظرا لان كيكون المعده ديالنا في الفتره ديال رمضان كتصغر، نظرا لان ما بقيتيش كتاكل بواحد الشكل كبير، فانت ربما داك التزويد ديال شرب المياه بشكل كبير يقدر ما يخليكش كذلك انك تاكل. هذه نقطه اخرى واللي جد مهمه واللي هي المكملات. الا عندك واي فتقدر تاخذه ما بين الوجبات، وتقدر تاخذه مباشره من بعد التدريب ديالك الا كان من مور الافطار. بيان سور من مور الافطار يقدر يكون من بعد 2 وجبات ولا من بعد وجبه واحده على حساب انت، وانا غنشرح لك في الفيديو ديال التدريب بالضبط كيفاش غادي يكون التدريب ان شاء الله. كذلك تقدر تاخذوا ما بين الوجبات. بالنسبه للناس اللي عندهم كازين واللي سولوني في لي كومونتير على كازين في الفيديو اللي فات ديال رمضان، فيه تقدر تاخذوا في السحور، اكيد راه تقدر تاخذوا حتى الوسط، ولكن في السحور نظرا لذاك الثقل ديال الامتصاص ديالو. يعني بصفه عامه كان هذا هو المجمل، يعني غتمشي تهبط السعرات الحراريه ديالك قبل ما يهبط رمضان من التغذيه ديالك، وتكون من الكربوهيدرات باش ما ديرش شوك الميتابوليزم، وحسب شحال قادر تاخذ السعرات داك التوقيت ديال الافطار اللي غيكون عندك على حسب الدوله اللي انت غادي تكون فيها. كذلك هضرنا على البروتينات، النسبه خاصك تحافظ عليها هي والفات، وتتحكم في الكربوهيدرات تخليهم على حسب السعرات ديالك الا باغي تحافظ على العضلات وتنقص شويه الا باغي تنشيط. يعني اجمالا غتكون هذه هي النصيحه ديالي في رمضان ليك. الا كانت اسئله خليها ليا غادي نحاول سواء نجاوب عليها في الفيديو ديال التدريب او نجاوبك مباشره في الكومونتير. تحياتي لكم، السلام عليكم.